مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، صحراء كان أو بستان، أهلا بيكم. حلوة الدخلة دي مش كده؟ عاملين إيه أحلى مشاهدين في الدنيا كلها؟ طب لو جاهزين يبقى أنتوا كده أكيد حفظتوا اللي لازم تعملوه دلوقتي حالا. تنزل بسرعة تتأكد إنك مشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، ولو أنت فعلا عامل كده يبقى أنت وأنت تحت اخبط اللايك الجميل ويلا بينا على طول. رحلة النهاردة في فيلم أوبن سيسون اللي بياخدنا لعالم الغابة، لكن مش الوحشة، الغابة الجميلة، وبالتحديد في بلدة صغيرة على حدود الغابة اسمها تيمبرلاين. البلدة دي كانت زي أي بلد تاني، قريبة من الغابة، هادية وجميلة، والحيوانات المستأنسة ممكن تظهر في الغابة عشان تاخد أي أكل وخلاص، لكن من غير أي ضرر. المختلف فيها بس هو الدب ده اللي اسمه بوج، اللي بنلاقيه بيلعب وبيمرح حوالين المربية بتاعته حارسة الحديقة، واللي شغلانتها إنها تنقذ الحيوانات من أي خطر، وخصوصا تحميهم من الصيد الجائر بتاع الصيادين المتوحشين. بيث زمان كانت لقت بوج وهو دب صغير لسه مولود، واللي كان لوحده من غير أهله، ولما تعبت من التدوير عليهم قررت إنها تاخده وتربيه بعيد عن أي ضرر ممكن يحصل له. ومرت الأعوام وبقى بوج هو صديقها الصدوق، وبيعيش في الجراج بتاعها وبيقعدها في تقديم العروض التوضيحية اللي بتحس الناس على معاملة الحيوانات بدون خوف، ولازم لما يلاقوا حيوان في مأزق يساعدوه على طول. لغاية في يوم من الأيام وصل للمدينة صياد متوحش كان رابط على العربية بتاعته من قدام غزال ضعيف مسكين من ايديه ورجليه، واللي قدر انه يصطاده لكن ما قتلوش، هو بس قطع قرن من قرونه كتذكار، لانه غزال ضعيف من غير لحم وما فيهوش اي استفادة غير قرونه. وقت ما كان الصياد ده مشغول عن صيده جه بوج بسرعة وفك قيود الغزال، وعرف وقتها ان اسمه اليوت. الغزال كان مبسوط جدا من تصرف بوج وشكره على مساعدته، واعتبر نفسه من اللحظة دي انه صديقه اللي مش هيستغنى عنه ابدا. ايوه هو كده، انتوا ما سمعتوش عن الصداقة من اول خطفة؟ الصياد طبعا اتجنن من اللي حصل، لكن بوج كان اختفى من المكان في اسرع وقت وراح بالليل على المكان اللي بينام فيه، وهو جراج صديقته العزيزة بيث. وهو بيجهز عشان ينام وصل الغزال إليوت المكان وفضل يحاول يدخل الجراج، لأنه كان معتقد إن صديقه بوج كان محبوس هو كمان، وعشان كده الغزال كان عايز يرد الجميل ويحرر صديقه برضه ويعرفه على الحياة اللي ناقصاه. وفعلا أقنع إليوت بوج إنه يخرج معاه، وبدأ الاتنين يجروا يمرحوا في كل مكان لدرجة إنهم دخلوا سوبر ماركت صغير في أطراف المدينة، اللي أول لما شافهم صاحبه اتفزع وهرب. وفضل الاتنين يلعبوا ويكسروا في كل حاجة حواليهم بكل جنون وعشوائية، لغاية فعلا لما خرجت الأمور عن السيطرة وبهدلوا نفسهم والمكان وهربوا. ولما رجع بوج على الجراج بتاعه عشان ينام كان الضابط المسؤول عن أمن المدينة كلها في انتظاره، وعرف إن هو المسؤول عن كل اللي حصل وبلاغ صاحب السوبر ماركت اللي اتقدم فيه. وعشان كده قدم نصيحة لبيث صاحبة الدب إن صاحبها الصغير اللي كانت بتلعب معاه زمان ومحبوب من الكل بدأ يكبر وتظهر عليه علامات البرية الواضحة، وما بقاش ينفع تحتفظ بيه أكتر من كده، ولازم ترجعه لمكانه الطبيعي الغابة، لأنه من دلوقتي وطالع مشاكل الدب بوج هتكبر أكتر وأكتر. الموضوع كان صعب فعلا على بيث، لكنها ما سمعتش الكلام وقررت تتجاهله. في اليوم التاني راحت بيث وبوج على المسرح عشان يقدموا العروض بتاعتهم اللي بتوعي الناس لحب الحيوانات وعدم الخوف منها مهما حصل. وقت ما كانت بيث بتقول كلمتها كان بوج بيجهز للدخلة بتاعته، لكن وصل إليوت فجأة وبقى واضح خيالاتهم من ورا الستارة لكل الجمهور. إليوت كان بيحاول يقنع بوج بالحياة البرية في الغابة وسط باقي الحيوانات، لكن بوج كان اكتفى من اللي تسبب فيه من مشاكل لبث، وطلب من إليوت يسيبه في حاله ويبعد عن حياته، لكن إليوت كان مصمم، وعشان كده فضل يقنع بوج بكل الطرق الممكنة، لكن بوج اللي كان مصمم إنه يبعد إليوت عنه. وكانت محاولاتهم دي كلها متشافة للجمهور من ورا الستارة، لكنهم ما كانوش عارفين حقيقة اللي بيحصل، وتهيأ لهم إن الدب بيقتل الغزال. عشان كده الكل اترعب وبدأ يصرخ من الخوف، وده خلى بوج هو كمان يدخل في حالة رعب من اللي حاصل. لكن قبل ما يضربوا الضابط بالمسدس ويقتله بسرعة أنقذته صاحبته بيث بإنها ضربته بالمسدس المنوم بتاعها، وقالت بعدها للضابط إنها خلاص بقت مصدقة كلامه وإنها لازم تودي بوج للغابة مكانه الطبيعي. وفضل الضابط يطبطب على كتفها ويهديها، وقبل ما شمس اليوم الجديد ما تشرق أخدت بيث والضابط الدب والغزال اللي نايمين نوم عميق بالطيارة الهليكوبتر ودوهم على الغابة، بس حطوهم في المكان اللي عند أول الشلال من فوق، لأن ده المكان اللي محرم فيه الصيد وممنوع على أي صياد إنه يدخل هناك، وبكده تبقى حميتهم من أي ضرر ممكن يحصل لهم. وبعد ما ودعته بيث ومشيت بوقت مش طويل قوي فاق بوج وصديقه الجديد وما كانوش عارفين ايه اللي جابهم هنا،
وحس بوج وقتها إنه مفقود ولازم يرجع لبيته عشان بيث ما تقلقش عليه. حاول وقتها إليوت إنه يحببه أكتر في حياة الغابة ويعرفه على باقي الحيوانات اللي موجودة معاهم، لكن الصدمة إن ولا فصيل من فصائل الحيوانات اللي اتعرف عليهم بوج كان حابب انضمامه ليهم أصلا. كل الحيوانات بالحرف حتى القنفذ اللي ما كانش ليه أصحاب أصلا رفض صحوبيته، والسناجب كمان رفضت ده بس بشكل مختلف. بدأت تهاجم الاتنين بالبندق اللي هو أغلى ما تملك السناجب دي. ياه، للدرجة دي ما كانوش قابلينهم. وقنفذ الماء كمان اللي بيبني السد بتاعه على النهر رفض ده. وهنا قال إليوت لبوج إن المجموعة بتاعته من الغزلان أكيد هتوافق على وجودهم لأن دول أهله. وأول لما وصل لهم قابل الزعيم بتاعهم اللي اسمه غزال، واللي كان قوي وضخم وكان كمان معجب بنفس الغزالة اللي معجب بيها إليوت، وبينتهز أي فرصة عشان يتريق عليه قدامها عشان تكرهه ويقدر هو يلفت نظرها. وفعلا بعد ما اتريق عليه قدام باقي المجموعة طردوا من جماعتهم، وده لأنه غزال ضعيف وفاشل ما ينفعش يكون واحد من القطيع. وساعتها حس بوج بالشفقة على صديقه إليوت وإنه بقى منبوذ زيه، وعشان يفكوا شوية وعدوا إنهم لما يرجعوا لبيث تاني هيبقى سعيد وإنه يكون صديقه الجديد ويعيش معاه في الجراج. وفعلا اتشجع إليوت وقال لبوج إنه يقدر يعتمد عليه في مهمة رجوعهم للجراج دي لأنه عارف الثقة طبعا. وفضل يمشي بكل ثقة في اتجاهه واختاره، لكن بيني وبينكم باين عليه مش عارف هو رايح فين كده. فضل الاتنين يمشوا في الغابة وهم مش عارفين هم ماشيين صح ولا غلط، لغاية لما وصلوا في الآخر للسد اللي بناه جماعة أنفذ الماء على حدود الغابة الممنوع فيها الصيد. وشافوا وقتها الصياد المتوحش اللي على الرغم من إنه عارف إنه ممنوع الصيد في المنطقة اللي فيها الحيوانات دي، لكنه قرر يضرب عليهم بالنار. لكنه ما قصدش إنه يستهدفهم، هو ضرب طلقاته على السد اللي واقفين عليه وده خلى السد ينهار ويقع، والمية بتاعة الشلال بتجرفهم لغاية الجزء مباح فيه الصيد من الغابة. وبكده بقت حياتهم في خطر شديد جدا، وخصوصا ان الصياد المتوحش ده كان مستنيهم بفارغ الصبر. في اللحظة دي دخل بوج وإليوت في خناقة كبيرة، لكن بوج كان غضبان على إليوت جدا عشان الكذب الكتير بتاعه. هو اللي فضل يقول له طول الوقت إنه عارف الطريق لبيته وهو ما كانش يعرف أي حاجة، وده اللي خلى حياتهم في خطر دلوقتي، عشان كده هو السبب في كل اللي حصل. ساعتها حس إليوت بالندم وقال لبوج إنه كان مفكر إنهم لما يقضوا وقت أطول مع بعض كده هيبقوا أصحاب بجد، لكنه ما كانش يعرف إنه هيبوظ الدنيا بالشكل ده. واعتذر لبوج على كل اللي عمله وقال له إنه يقدر يمشي طريقه لوحده من دلوقتي وهو مش هيزعجه تاني. وفعلا مشي بوج، وأول حاجة لمحها لما بعد عن إليوت هو أنوار مدينة تيمبرلاين، مدينته اللي اتربى فيها. لكنه بدل ما يجري عليها من الفرحة حس إنها مش صدفة إنه يبقى موجود في مكان زي ده، وإنه مسؤول عن باقي الحيوانات اللي وقعوا معاه، وإنهم لازم يستغلوا مهاراتهم اللي اتعلمها من عيشته مع البشر عشان يقدر يبعد الصيادين وينقذ باقي الحيوانات من الموت. عشان كده بسرعة رجع لإليوت صاحبه وقال له إنه مسامحه وإنهم لازم بسرعة دلوقتي يجمعوا كل الحيوانات التانية عشان بوج عنده خطة تقدر تنقذهم كلهم من الصيادين. وفعلا بسرعة كلهم اتجمعوا وراحوا على عربية زوجين من البشر كانوا بيدوروا في الغابة على وحش الغابة المجهول اللي كانوا مقتنعين انه موجود. وفضلت الحيوانات كلها تتسلل واحد ورا التاني للعربية، وسرقوا كل المعدات اللي محتاجينها عشان ينفذوا خطتهم. واللي شافهم وعرف باللي بيعملوه كان الكلب بتاع الزوجين دول، اللي قرر يتخلى عن حياته البسيطة السهلة دي وينضم لزمايله من الحيوانات برضه في خطة كفاحهم ضد الصيادين. وبدأ بوج والحيوانات يجهزوا نفسهم لتنفيذ الخطة في اليوم التاني على طول. وأول لما طلع النهار واتجمع الصيادين في مكانهم المعتاد قبل ما يطلعوا في رحلتهم لصيد الحيوانات، بدأت الحيوانات تنفذ خطتها وتضرب الصيادين وعربياتهم بكل أسلحتهم، وده خلى الصيادين يهربوا بسرعة قدامهم وعربياتهم كمان كلها اتفجرت. لكن الصياد المتوحش كان عنيد وصمم ينتقم وقدر يقبض على بوج، وقبل ما يضربه برصاصة قاتلة هجم عليه إليوت وضحى بنفسه عشان صديقه الوحيد بوج. ولما لمحوا صديقه الدب ما بيتحركش حس انه مات، عشان كده اتغاظ جدا وثبت الصياد قدامه وزقر زئير مرعب جدا طير ملامح الصياد وخلى مرعوب لأقصى درجة. استخدم الدب البندقية بتاعت المتوحش ده وربطه بيها وراح بسرعة عشان يطمن على صديقه. لكن باقي الحيوانات اتجمعوا على الصياد ودهنوه بالعسل وغطوه بالريش وخلوه يهرب للغابة من قدامهم بسرعة. أما الدب بوج فعرف إن الرصاصة ما جاتش في صديقه الصدوق اللي ضحى بحياته عشان ينقذه الغزال إليوت، بس للأسف الطلقة جت في قرنه التاني واتقطع هو كمان. لكن مش مشكلة، المهم إن صديقه الدب بخير والحيوانات كلها اتجمعت عليه وبقت بتحبه لأبعد الحدود. في اللحظة دي وصلت بيس وباقي الشرطة مكافحة صيد الحيوانات للمكان،
وساعتها قررت بيس ترجع صاحب طفولتها معاها للمدينة، لكن بوج شاف الحيوانات وراه واقفة مع صديقه إليوت بيبصوا له بحزن. ساعتها رفض إنه يرجع مع صديقته بيث رغم إنه كان طول الوقت مستني اللحظة دي، وقرر إنه يفضل في الغابة مع باقي أصحابه عشان يساعدهم ويحميهم زي ما اتعلم من صاحبته بيث. أما الصياد المتوحش ما خلصش جزاؤه لغاية كده، فضل يمشي في الغابة وهو متغطي بالريش لغاية لما شافوه الزوجين اللي بيدوروا على وحش الغابة الغامض، ولما شافوا الصياد بالصورة دي افتكروه هو وخبطوه بالعربية. لغاية كده بنكون وصلنا لنهاية فيلم وحكاية النهاردة. ما تنسوش تتابعونا في الحكاوي اللي جاية، ونشوفكم قريب قوي في حكاية جديدة. ما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات وتدعمونا بلايك وشير للفيديو، ومع السلامة.